بعد مرور 3 سنين من الجزء الأول بيبدأ فيلمنا في الحي 13، والحكومة لغاية وقتنا ده لسه مش قادرة تسيطر عليه، وإن بعد موت طه زعيم المافيا الفرنسية الدنيا اتغيرت خالص، وظهرت غيره 5 من أخطر زعماء العصابات بيكونوا كلهم بيتنافسوا للسيطرة على المنطقة. بعدها بنشوف بطلنا لاليتو ملك فن الباركور وهو بيفجر في الجدار العازل الفاصل بين الحي 13 وباقي المناطق المجاورة، وساعتها الشرطة بتطارده لأنه بيكون أصلا مسجل عندهم خطر من سنين كتير. لكن ليتو بيستخدم مهاراته في الباركور علشان يهرب منهم، ومش بس كده، ده كمان بتساعدوا أطفال المنطقة وبيضربوا رجالة الشرطة علشان يعطلوهم ويبعدوهم عن المكان. لكن بعدها بنشوف واحد من رجالة العصابات المسيطرة في الحي بيوقف ليتو وبيضربه لأنه جاب رجالة الشرطة وراه. ساعتها ليتو بيستفزه أكتر، بيخليه يخرج سلاحه وبيكون على وشك إنه يقتله، لكن بيظهر فجأة الزعيم بتاعه وبيوقفه وبيطلب منه إنه يسيب ليتو ويتعامل مع السياح، وبيكون قصده على الشرطة، وبياخد ليتو علشان يتفاهم معاه، وبيعرفه الزعيم إن هدم الجدار العازل اللي بيحميهم هيسبب لهم مشاكل كتير، وغير كمان إن الحكومة هتفضل تجيلهم كل شوية بسبب تجارتهم في الممنوعات والأسلحة. لكن ليتو بيعرفه إنه مش بيسكت غير لما بيخلي الحكومة تنفذ وعودها ليهم في تطوير الحي. بس ساعتها الزعيم بيعمل معاه صفقة، وهي إنه يبطل تفجير الجدران وهو يتواصل مع السلطات وينفذ اللي هو عاوزه. وفي نفس الوقت بنشوف نقلة بطيخ جواها مخدرات طالعة من الحي، ولأن العصابات بتمشي كلمتها على الحكومة بيخرجوا النقلة دي بكل سهولة. وبعدها بنشوف العربية بتوصل لواحد من زعماء العصابات الكبيرة واللي بيكون اسمه فالكو، وبنشوف عماله وهم بيخرجوا المخدرات من جوه البطيخ وبيدخلوها للمعامل علشان تتفرس كويس. وبعدها بنشوف المساعد بتاع الزعيم فالكو وهو بيعرفه ان الشحنة وصلت، وبيأمروا الزعيم انه يكلم العملاء ويخرج كل البنات اللي عنده في الأوضة ما عدا بنت واحدة منهم. وبعدها بيمشي المساعد وبيروح يعرف أول عميل إنه بيقابل الزعيم كمان شوية. بعدها بنرجع تاني عند الزعيم وبنتفاجئ بالبنت بتخرج مسدس وبتهدد بيه الزعيم فالكو، وبيتضح إنها مش بنت، بيكون الضابط داميان متنكر في لبس بنت علشان يقبض على أكبر تجار مخدرات في المنطقة كلها. وبعد ما بيربط الزعيم فالكو في الكرسي بيتواصل مع قوات الدعم وبيأمرهم إنهم يبدأوا في تنفيذ الخطة. لما بنرجع تاني لرجالة العملاء بيكونوا آخر ما بيزهقوا بيفضلوا يضربوا نار على الباب، بيقدروا يدخلوا الأوضة وبيهجموا على داميان اللي بيكون متحامي في لوحة ثمنها 2 مليون دولار، لكن بيقدر إنه يتخلص منهم وكمان بيحافظ على اللوحة ومش بيحصل لها أي خدش. بعدها بيكمل المعركة مع باقي العناصر في الحانة وبيهجم عليهم بكل قوته وبيقدر يقتل منهم عدد كبير جدا. وفجأة أثناء ما المعركة شغالة بيلاحظ داميان وجود فتحة صغيرة بيقدر إنه يخرج منها، بس بتدخله على المعمل اللي بيتم فيه تصنيع المخدرات، وأول ما اللي شغالين فيه بيشوفوه بيفعلوا قنبلة ضخمة علشان يفجروا المكان باللي فيه. ساعتها بيتصدم داميان وبيهجم عليهم وبيتقاتل معاهم بكل قوته وبيقدر يتواصل مع الدعم وبيعرفهم بوجود القنبلة. وبعد معركة قوية مع العمال فجأة داميان بيلاقي الدعم جايب له غطا ضخم جدا وتقيل جدا جدا، فبيشيله بالعافية وبيحطه على القنبلة قبل ما تنفجر وتدمر المكان. وفعلا الخطة بتنجح والحكومة كمان بتقدر تفتح الباب أخيرا، بس ساعتها بيلاقوا داميان أنجز المهمة لوحده كالعادة. بعدها بيروح داميان لمديره بيسلموا اللوحة وبيعرفوا انه هياخد اجازة يومين وبيسيبه وبيرجع لبيته. وفي ناحية تانية بنشوف بنتين راكبين في عربية مشغلين اغاني ومبسوطين، لكن بتجيلهم عربية الشرطة وبينزل منها ضابط وبيتكلم معاهم وبيسأل واحدة منهم اذا كان معاها رخصة قيادة ولا لا، وبترد عليه البنت وبتعرفه ان العربية لباباها وان هي مش محتاجة رخصة قيادة لانها واقفة ومش سايقة. وفي نفس الوقت ده بتيجي عربية وبينزل منها شخص ملثم وفجأة بيطلع قناصة وبيضرب النار على كاميرات المراقبة اللي في المكان. تاني يوم بيصحى داميان من بدري علشان يروح على شغله، لكن بيتفاجئ بمجموعة كبيرة من الشرطة بيقتحموا بيته وكمان بيقبضوا عليه. ساعتها داميان بيستغرب جدا وبيقول لهم ان اكيد في سوء تفاهم، وبيرد عليه القائد بتاعهم وبيفهموا ان جاتهم اخبارية انه بيتاجر في المواد المخدرة، وفعلا بيطلعوا من مطبخه كيس مخدرات. وساعتها داميان بيفهم ان في حد هو اللي لبسه القضية دي، وبعدها بياخدوه رجالة الشرطة للسجن. في ناحية تانية الرئيس الفرنسي بيتفرج على الفيديو اللي صوره رولاند للعصابة
وهي بتقتل رجالة الشرطة بدون رحمة. وطبعا الرئيس بيتعصب جدا من المنظر وبيؤمر قائد الجيش انه يبعت القائد داميان للحي لانه حافظ المنطقة وعلشان كمان يعرف السبب ورا اللي حصل ويقبض عليهم. لكن قائد الجيش بيعرف الرئيس ان داميان اتقبض عليه بتهمة الاتجار بالممنوعات وبيقترح انهم يكلفوا كازمان رئيس فرقة دايس بالمهمة دي. بعد نقاش كتير بينهم بيوافق الرئيس. بيدخل ساعتها كازمان يتكلم معاه وبيطمنه انه بيسيطر على الوضع وهيقبض عليهم كلهم. لكن الرئيس بيعرفه ان اهم حاجة عنده ان الفيديو ده محدش يشوفه نهائي لان ممكن بسببه تحصل حرب اهلية في المناطق كلها. ساعتها كازمان بياخد الهارد اللي عليه الفيديو وبيمشي. لكن المفاجأة انه بيأمر رجالته انهم ينشروه في جميع وسائل التواصل داخل وخارج الحي. بعدها فعلا الفيديو بينتشر بشكل كبير جدا في الحي كله والسكان بتحس بحالة من الرعب والخوف. وبنشوف ساعتها واحد من المساجين أول ما بيشوف الفيديو بيتصدم جدا وبيعرف الضابط إن العصابات عمرها ما تعمل كده. والضابط بيضطر إنه يخرجه من الزنزانة وبيطلب منه إنه يرجع لعصابته من سكات. وكمان الضابط بيفقد أعصابه عليه وبيضربه بالنار وبيقتله قدام عصابته. وفي نفس الوقت ده بيكون كازمان في مكتبه وبيجيله واحد من رجالته وبيكون متوتر وبياخده بسرعة وبيفرجوا على فيديو للأولاد اللي كانوا بيصوروه في المنطقة ساعة ما قتلوا رجالة الشرطة. ساعتها كازمان بيتصدم وبيؤمر رجالته انهم يجيبوهم من تحت تقاطيع الارض والا هيروحوا كلهم في داهية. في الناحية التانية الشرطة بتكون واخدة داميان على زنزانته. بيطلب منهم تليفون علشان يعمل مكالمة ضروري ولما بيرفضوا بيهجم عليهم وبيكسر عظمهم وبياخد منهم التليفون بالعافية وبيتصل على بليتو لكن للأسف بيكون غير متاح فبيضطر انه يسيب له رسالة وبيعرفه فيها كل اللي حصل وان الحكومة لفقت له قضية وبيعرفه كمان على مكانه وبيطلب منه يجي يلحقه بسرعة. وفي نفس الوقت ده بتيجي مكالمة لكازمان بيعرف منها ان داميان قبل ما يدخل الزنزانة عمل مكالمة تليفون لواحد اسمه ليتو من الحي 13. ساعتها كازمان بيؤمر رجالته انهم يروحوا يجيبوا ليتو من غير ما يسيبوا اي ادلة وراهم. بعدها بنشوف ليتو وهو راجع لبيته وقبل ما يدخل بيعمل احتياطاته الامنية واول حاجة بيعملها بيشغل كارت الميموري اللي خده من الولد قبل ما يتقبض عليه وبيتصدم جدا لما بيشوف رجالة كازمان هي اللي قتل الشرطة وبيفهم ساعتها انهم عملوا كده علشان يعملوا فتنة بتؤدي لفوضى في الحي كله وبالتالي العصابات هتعمل مشاكل اكتر وساعتها الرئيس ياخد قرار الازالة. في نفس الوقت ده بيروح زعيم العصابة للشرطي اللي قتل واحد من رجالته لمركز الشرطة من غير ولا كلمة. بيضرب صاروخ RPG بيفجر بيه المكان كله باللي فيه. بعدها بنرجع تاني لليتو وبنشوفه وهو رايح لمركز الشرطة وبيطلب من الضابط انه يسجنه لكن الضابط بيرفض يعمل كده وبيطلب منه انه يمشي من هنا وانه لما يرتكب جريمة ساعتها يقدر يسجنه. فجأة ليتو بيمسكه وبيضربه وبيمسكوه رجالة الشرطة وبيقبضوا عليه. بعدها بياخدوه علشان يسجنوه بس ليتو بيقدر يغفلهم وبيجري بسرعة يروح يدور على الزنزانة اللي مسجون فيها داميان. ولما بيوصل له بيستغرب داميان منه لأنه قدر يجي بدري وساعتها ليتو بيطلب منه انهم يمشوا بسرعة قبل ما حد يجي. اول ما كانوا بيبداوا يخرجوا بيلاقوا الحراس محاوطين المكان كله. ساعتها داميان بيهجم عليهم وبيقدر انه يتخلص منهم كلهم في ثواني. وفي نفس الوقت ده الرئيس الفرنسي بيلاقي الدنيا مقلوبة في الحي كله على التلفزيون ووسائل الإعلام بعد ما انتشر الفيديو وكل اللي حواليه بيعرفوا ان المنطقة دي بقت خطر جدا علشان كده لازم ياخدوا قرار حاسم. ساعتها الرئيس مش بيكون عارف يتصرف ازاي فبيقترح عليه كازمان انه يخلي المنطقة وبعدها يفجروا المباني اللي فيها لانها اصلا ملك لتجار المخدرات والاسلحة علشان يقدر يقنعوا. بيعرفوا ان بعدها يستغلوا المساحة دي ويبنوا فيها ابراج استثمارية للفئة العالية وبكده يكونوا ضربوا عصفورين بحجر واحد. لكن الرئيس الفرنسي بيعترض على كلامه وبيقول لهم انهم بكده بيدوروا على مصلحتهم ومش هاممهم الناس اللي هتتربي في الشوارع من غير ملجأ يعيشوا فيه. لكن كازمان وقتها بيقول له انه عارف الحل ده مش بيكون نزيه بس ما فيش غيره قدامه دلوقتي هيخلصهم من المشاكل دي كلها. ولان الرئيس الفرنسي مضغوط جدا في التفكير بيطلب منهم يشوفوا حل تاني في خلال ال6 ساعات الجايين ولو الموضوع اتطور يفجروا المباني. بعدها بنرجع من تاني لليتو وهو بيتكلم مع الضابط داميان وبيكشف له عن سبب تلفيق الحكومة للقضية بتاعته وبيعرفوا انهم عملوا كده علشان ينفذوا خطتهم في تدمير الحي كله ويستثمروا فيه براحتهم. ولما داميان بيقول له ان مفيش دليل معاه بيعرفوا ليتو ان معاه الفيديو اللي اتقتل فيه رجالة الشرطة من قبل فرق اسمها دايس
ساعتها داميان بيتصدم لأن الأمن القومي هو السبب في كل اللي حصل، ودلوقتي هم معاهم الفيديو بتاع الحادث، لكن مفيش أي حاجة تثبت إن كازمان هو اللي عمل كده. ساعتها داميان بيفكر في حل ومش بيلاقي قدامه غير إنهم يقتحموا مكتب كازمان الشخصي، لأن أكيد هناك هيلاقوا الدليل على أجهزته. وبعدها بنشوفهم هم بيتحركوا جوه مركز الشرطة، لكن بيكونوا نسيوا إنهم يعملوا خطة قبل ما يتحركوا. ساعتها الحراس أول ما بيشوفوهم بيهجموا عليهم، لكن هم الاتنين بيتحدوا مع بعض وبيقدروا يضربوهم. لكن بعدها ليتو وداميان بيتحصروا من جميع النواحي، وساعتها داميان بيطلب من ليتو إنه يتحرك وهو بيواجههم لوحده لغاية ما يجيب الأدلة من مكتب كازمان. وبعدها بيبدأ داميان يضرب في رجالة الشرطة واحد ورا التاني، وبيكون قوي جدا في ضرباته، مفيش حد قادر يقف قدامه. بنشوف ليتو اللي بيكون قدر يوصل لمكتب كازمان وبيفضل يدور على الهارد ديسك وبيلاقيه في أوضة تانية جنبه، فبيدخل للموظفين وبيقول لهم السلك اللي أنا شدته من شوية من جهاز مين؟ بيشاور له واحد وبيقول له من عنده. ساعتها ليتو بيروح على الجهاز وبياخد منه الهارد ديسك وبيمشي من غير ولا كلمة. لما بيوصل الخبر لكازمان إن ليتو وداميان سرقوا الهارد من مكتبه وهربوا، بيعزق رولاند وبيأمره إنه يقتلهم في أسرع وقت ممكن ويرجع الهارد بتاعه. وبعدها بنشوف الحي 13 لما تم الإخلاء فيه علشان يبدأوا تفجيره بالكامل. وكمان بنشوف ليتو وداميان وهم رايحين لعصابة خطيرة في الحي علشان يقابلوا واحد من الهاكر التقال جدا اسمها تاو علشان تفتح لهم الهارد بتاع كازمان. وتاو في الأول بترفض لأنها مش بتعمل حاجة بدون مقابل، لكن داميان بيقنعها إن المعلومات اللي عليه هتنقذ سكان الحي 13 كله. لما تاو بتفتح الهارد بيكتشفوا إن السلطات حاطة حرف الإكس على كل العمارات الكبيرة علشان يفجروها ويبنوا مكانها عقارات استثمارية. بعدها بشوية بيجي لهم خبر إن في 3 طيارات فوق المنطقة وبيزرعوا علامات بالليزر علشان تقدر توصل لها الصواريخ اللي هتدمر الحي. ساعتها بيفهم داميان إنهم هينفذوا الخطة تاني يوم وإنهم لازم يتصرفوا بسرعة لأن مفيش وقت قدامهم. ساعتها تاو بتقترح عليهم إنهم يجمعوا كل العصابات الموجودة في الحي علشان يتحدوا مع بعض ويشوفوا هيعملوا إيه، لأن الكارثة دي هتدمرهم كلهم ولازم يتحدوا سوا. وبعدها بيتجمعوا كلهم وبتعرفهم تاو على اللي حصل في الحي وإن قوات الأمن الداخلي عايزين يدمروا الحي علشان يبنوا عقارات استثمارية. ساعتها العصابات كلها بيوافقوا إنهم ينضموا ليهم، وساعتها داميان بيعمل خطة يقدر بيها يتسلل للمبنى الرئاسي علشان يلحق الكارثة دي قبل ما تحصل. بعدها بكام ساعة بيبدأوا ينفذوا الخطة وبيراقبوا المبنى علشان يقتحموه في الوقت المناسب وينقذوا الحي. وليتو واللي معاه بيحاولوا بكل الطرق إنهم يتسللوا للقصر علشان يوصلوا الحقيقة للرئيس الفرنسي اللي بيكون على وشك إنه يفعل الصواريخ، لكن بيسحب المفتاح في آخر لحظة لأنه مش مطمن. لكن كازمان بيفضل يزن عليه ويلعب له في دماغه لأنه عارف الأشكال الضالة اللي عايشة جوه الحي، وبيعرفوا إنهم مش بيحترموا حد لا كبير ولا صغير في الحكومة. وفي نفس الوقت ده تاو بتؤمر رجالتها إنهم يقتحموا القصر، وفعلا بيبدأوا يتسللوا كلهم للقصر وبيخلصوا على أي حارس قدامهم، وبتحصل معركة عنيفة جدا والعصابات بتقدر إنها تسيطر على القصر بكل قوتهم. وكازمان بيكون لسه بيزن على الرئيس علشان يفعل الصواريخ وإن ده أحسن قرار يقدر ياخده في الوقت الحالي. لكن الرئيس بيطلب من قائد الجيش إنه يتأكد الأول إن كل سكان المنطقة خرجوا منها بأمان علشان يفعل الصواريخ ويدمر المنطقة. وفي الناحية التانية ليتو وداميان بيكملوا معركتهم مع الحراس وقوات الجيش وبيخلصوا على أي حد في طريقهم. وواحد من الجنود بيروح بسرعة يبلغ كازمان والقائد إن عصابات الحي اقتحموا القصر وبيقتلوا في الحراس. ساعتها كازمان بيتعصب جدا وبيؤمر رولاند إنه يتصرف بسرعة معاهم لغاية ما هو يقنع الرئيس. وجي الوقت اللي بنشوف فيه مهارة تاو وهي بتكسر في الحراس واحد ورا التاني، وداميان بيكون قرب على أوضة الرئيس لكن بيقابل رولاند في طريقه وبيقول لزمايله سيبولي أنا الطلعة دي، وبضربة واحدة بس من داميان بتخليه يقطع الخلف نهائيا، وكمان بياخد ضربة في الراس بتريحه من الدنيا خالص. في نفس الوقت قوات الجيش بيروحوا للرئيس بيعرفوا إن السكان كلهم خرجوا من المنطقة زي ما طلب منهم. ساعتها الرئيس بيستغرب جدا لأن ما عداش ساعة على الموضوع، بس قائد القوات بيأكد له الخبر وبيجهز له الشنطة علشان يفعل الصواريخ. لكن قبل ما ده يحصل ليتو واللي معاه بيقتحموا المكان وبيثبتوا كل اللي فيه، وداميان وليتو بيتكلموا مع الرئيس الفرنسي وبيعرفوه كل اللي حصل ده إنه كان خيانة عظمى ليه،
وبيخلي ليتو يعرض الفيديو الحقيقي ليه بتاع قتل الشرطة قبل ما تتلفق لعصابة الحي. فبيتصدم الرئيس الفرنسي أول ما بيشوفه، وداميان ساعتها بيعرفه إن فرقة الدايس هي اللي مسؤولة عن كل اللي حصل بقيادة كاسمان، اللي فجأة بيطلع مسدسه وبيهدد بقتل الرئيس الفرنسي وبيطلب منه إنه يفجر المنطقة. وطبعا الرئيس الفرنسي بيضطر إنه ينفذ الأوامر، وكلهم واقفين مش عارفين يتصرفوا إزاي. لكن ليتو بيشتت انتباهه وبيروح يولع سيجارة، وبسرعة داميان بيهجم على كازمان وبينقذ الرئيس منه. بعدها كل فرد من العصابة بيضرب كازمان شوية وفي الآخر بيلفوه في سجادة. بعدها الرئيس الفرنسي بيشكرهم كلهم وبيعرفهم إنه مديون لهم بأي حاجة يطلبوها. فبيقول له ليتو إنه مش عايز حاجة غير إنه يدمر الصواريخ كلها ويرجع الحي 13 أحسن من الأول ويطوره، وكمان يوفر لهم وظائف بدل تجارة المخدرات والأسلحة وسكن كويس يعيشوا فيه. ساعتها بيوافق الرئيس الفرنسي وفعلا بيبدأ يضرب الصواريخ كلها، وبيأمر داميان إنه يكون المسؤول عن الإنشاءات بنفسه. هنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل لك كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.